بان التغاضي عن الاخطاء مساء الخير يا باشا. لو كانت صغيره دي جريمه. معالي الوزير، اسمح لي أتجرأ وأسألك سؤال يحمل بعض الخصوصية. هل قمت سيادتك بنقل سيادة اللواء وجيد الأسيوطي إلى ديوان الوزارة كنوعا من العقاب الرادع؟ نعم. بالتالي ده قراري أنا، وكان هيتنفذ على الكل. بتبقى حركات كده وفي الآخر بتتسوى يعني. ربنا يسهل، ربنا يسهل. أنا هذيع سر ولأول مرة. أنا ليا ابن ضابط في الداخلية، لما جه يقدم للشرطة قدم بنفسه. ما عرفتش إلا لما تجاوز كل الاختبارات. لما اتخرج ودوه السلوم، وبعدين ودوه الصعيد، وبرضه ما تدخلتش في سيرته العملية إطلاقا. هم بيضحكوا، هم بيضحكوا والله، هم بيضحكوا. يا نهار اسود. قال الرغبة بتتلاقى مع الرغبة. الجواز هو إجابة وقبول. قال لك سعيد ايه يا عم وسلوم ايه سعيد او خليها في سرك بقى، ما هي معروفه ايه يعني. هو ده تلاقي ابنه ده مسنطره في قلب امن الدوله، ولا يعني هو هيتمرمط زي ما احنا كده متمرمطين يا اولاد. صدقوا بالله انا هقول لكم على حكايه، بس الكلام اللي هقوله ده ما يطلعش بره. ها ابنه ده شغال مع واحد عقيد صاحبه كده يروح بالروح، بيحكي لي على كل حاجه، بيدعي لك بيحكي لي عنه بلاوي. الواد اتم بيمسك كده هو نافخ نفسه زي الديك الرومي، بيدعي لك بيمسك النسكافيه، بيشرب نسكافيه زي ابوه، ده يلف دي يشرب كده ويلف كده اهو، ناقص شعره من غير لا كاب ولا بتاع ولا حاجه. هو الواد ده بيتعامل مع كل القيادات على انه هو الوزير، مش ابن الوزير. اي والله يا سيف كده، اي والله يا سيف كده. سادة يا باشا.